في سنة 2001 بيجي الشرطة بلاغ من ناس إن بيتهم اللي جنبهم فيه حريقة، ومش بس كده دول كمان سمعوا صوت طلقات نارية طالعة من البيت قبل الحريقة، وعلى طول الشرطة بتاخد المطافي وبتروح على البيت. وبعد ما بيطفوا الحريقة بيكتشفوا راجل عجوز ميت هو ومراته، وما ماتوش بسبب الحريقة، لا، في الحقيقة إن حفيدهم هو اللي قتله، حفيدهم اللي عنده 12 سنة بس. كريستوفر كان بيعاني من تعنيف أبوه وهو صغير، كان دايما بيضربه وقاسي في معاملته جدا، وأمه على طول كانت سايبة البيت ومحدش يعرف هي فين. بعدين قرروا إن هم يرموه لجده وجدته يربوه هم، وفضل يعاني من أمراض نفسية كتير لدرجة إن هو كان بياخد مضادات اكتئاب، ودي كانت حاجة غريبة على طفل في سنه. وكان في دواء معين كده هو كان بياخده، فالدكتور بتاعه قرر إن هو غير له نوع الدواء ويديله دواء مشابه جدا ليه. بس من ساعة ما خد الدواء ده وهو حالته بقت بتسوء جدا، بقى على طول غضبان وبيعمل مشاكل كتير جدا حتى في المدرسة وفي الكنيسة، والدكتور كان معتبر الكلام ده من الآثار الجانبية للدواء الجديد اللي هو غيره. وفي يوم كسر عربية جده، فجده قعد يتخانق معاه ولامه كتير جدا، فقرر ان هو هيجيب البندقية بتاعت جده ويموته هو وسته، وده فعلا اللي عمله. وبعد ما قتلهم ولع في البيت، وبما انه عنده 12 سنة يعني لسه طفل، اتحكم عليه بعد 3 سنين، وساعتها اتحكم عليه بالمؤبد.